كل يوم شغل في الورشه، جالي زبون كده، عملت شغلانه مش فاكر كانت ب 15 جنيه، فانا عايز اجس نبضه. حقيقه تتقال، حق الله يتقال. رحت جاي واخدهم حاططهم في جيبي وهو قاعد مش من وراه، هو قاعد وعينه عليا وشايفني وانا بحاسب الزبون، بس انا تعمدت ان انا اخدهم من ايد الزبون احطهم في جيبي ما اديهملهوش. انا بنكشه، عايز اعرف. انا هناك كنت بقى انا في القليوبيه باخد يوميه، ولو مراتي قالت لي هات لما اجيب باكل بيان هديها. فانا عايز اعرف برضه ايه وضع عندك. اي نعم مراتي وعيالي قاعدين في الشقه معاك، بس انا برضه اكيد هيبقى في مصاريف وانا عارف معاملته. فخدت ال 15 جنيه حطيتهم في جيبي. هو اتكسف يقول لي هاتهم، لقيته واحنا بنقفل الورشه بيقول لي هات صابونتين وباكو شاي وانت مروح. عرفت ان هو عايز ال 15 جنيه او الفلوس اللي في جيبي. فبقول له هو انت مش هتحاسبني، مش هتديني فلوس لو مراتي عايزت حاجه ولا احتجت حاجه؟ قال لي لا، ما انت هتاكل وهتشرب وهكسيك انت وعيالك ومراتك وهاكلكم واشربكم واكشف عليكم. انا لما قعدت حسبتها بيني وبين نفسي، طيب ماشي، انا هقعد اشتغل معاك في الورشه يا عم وانت اصرف على العيال. ده بعد ما استلمني بقى ورماني في الشارع سنين طويله، وطلقت مراتي الاولانيه واتحرمت من بنتي، اتجوزت واحده ثانيه، وبحكي لكم على اللي حصل ده. حلو الكلام. قعدت معاه في الورشه وخلصنا كلام، واتفقت معاه ان انا هشتغل معاه مقابل اكل وشربي وكشفي ولبسي انا وعيالي. قلت له ماشي. اروح البيت قدام مراتي وقدام عيالي، الاقي امي مقابلاني اللي هي مراته تقول لي ايه ابوك عيله وانت عيله. يعني ابوك عيله صح، رب اسره، وانت دلوقتي اتجوزت وخلفت وبقيت رب اسره. فبقول لها يعني ايه؟ يعني عايزه ايه؟ قالت لي انا عامله صينيه مكرونه ب 70 جنيه، انت 35 جنيه وابوك 35 جنيه. اقسم بدين الله حصل. فلقيت مراتي بتبص لي، رحت جاي مطلع 50 جنيه من فلوس انا الشخصيه وقلت لها خدي 50 جنيه اهو، اقعدي يا بنت انت والعيال كله. اللي طالع يقول لك انا باكله احسن اكل وبلبسه احسن لبس، والله يا رب اتشل وانا قدامكم كده على اللايف ان الكلام ده حصل حقيقه. فانت لما انت تبقى بتعاملني كده وتتكلم عني بالطريقه دي وتطلعني انا النكر الجميل، لا، تعالى يا باشا وواجهني. تعالى يا باشا اقعد قدامي كده وواجهني، عشان انا مش هسيبك. مالكش اي حل في الدنيا غير ان انت تقعد قدامي وتخلص معايا، تمام؟ انا مش هسيبك. انت بند في القضيه بتاعتي، اهم بند واسوأ بند، فمش هسيبك صدقني. خلاصك الوحيد حاجه واحده بس، انك تقعد قدامي وتديني حقي، وتسيبك بقى من شغل الدمعتين والصعبانيات اللي انت عايش فيها دي. خش شوفوا اخر فيديو عندي يا حبيبي. والله يا باشا انا شفت فيديوهات كتير، واي اي كلمه اي حرف جمعه بينطقه بيجي لي على الرسايل وبيجي لي على الواتس وبيجي لي هنا وبيجي لي هنا، كل حاجه بتجي لي. وانا ما كنتش حابب اتكلم في غير ان انا عملت التحليل بسبب قسوتهم وما اديش تفاصيل لحد ما فوق واقعد معاه. هو بقى هيطلعني ان انا ناكر العيش والملح وناكر الجميل وبني ادم ما بيتمرش فيا. لا، هقول لك يا باشا ستوب ستوب، نظهر قدام الناس وكل واحد فينا يبان على حقيقته. كل الناس كده تقعد تسمع مني وتسمع منك، الناس تقعد تسمع مني وتسمع منك، واللي الناس تحكم بيه انا راضي بيه.
مفيش حد من شامة دخل، احنا 1300 بني ادم، مفيش حد من شامة دخل، مفيش راجل من شامة على اللايف. انت بتحارب في كام جبهة؟ طنش جمعة وعياله وركز في اللي جاي. HM انا لله الحمد ربنا خلقني محارب عادي بقى، مش فارقة معايا، مش فارقة معايا، هحارب في كله يا اموت، اصل هي كده كده خربانة. وضرب الاعور على عينه وقال لك هي خسرانة 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 خسرانة. على الحال اللي انا فيه ولا اهل ولا انت كده النهارده، انت كده انا ميت. هتظلم فيا يبقى هموتك معايا، هاخدك معايا، مش هسيبك. كده كده انا ميت وما عنديش حاجه اخسر عليها. تحياتي لاهل العراق. والله مركز يا عمله نادره، وما تقلقيش اخوك الحمد لله مسيطر. اخوك الحمد لله برضه دماغه توزن بلد، مركز في موضوع اهلي وفي موضوع التحليل، ومركز في موضوع جمعه، وبشوف حل الموضوع الورق، واديني ربنا ينصرني على الناس دي. انا مش عارف والله الواحد المفروض انا اصلا ما كنتش في الوضع ده كله، المفروض اصلا انا ما كنتش في الوضع ده كله. انا ليه ما اعيش حياه طبيعيه؟ ليه ما اعيش في وسط اهلي الحقيقيين وبطاقتي الحقيقيه واعيش مواطن زي اي مواطن؟ ليه؟ ليه عشان اثبت نفسي واثبت ذاتي واجيب اهلي مضطر ان انا دمي يتحرق واعصابي تتحرق واحارب الحرب اللي انت مسميها حرب دي؟ ليه؟ تحياتي لاهل تونس. الله اعلم والله عنده ابن ضايع بقى ولا لا، الله اعلم. انا اللي سمعت ان هو عنده ابن ضايع. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. فكر بعيالك لا يعيشوا نفس المعاناة بعدك. والله انا بحاول على قدر الامكان. ام حمزة شرف لي يا ام حمزة وتاج على راسي، وربنا يعزك يا رب. انا طالب منكم كلكم تكتبوا احنا عايزين نقابل جمعة، بس طالب من الكل. ماشي انا بتكلم عنه بسوء يا عم، اللي هو القلب الاخضر اهو، هثبت لكم التعليق اهو، عشان بس ايه، انا مش ناقص حرق الدم. شايفين التعليق اللي متثبت ده؟ رد عليك يا حبيب قلبي، هاتني وقعدني، ولو انا بتكلم حاجه ما حصلتش هتحقق لك وانا قاعد، واللي هتطلبها هعمله لك. خلص الكلام كده ولا لسه؟ قعدنا مع بعض يا باشا ونتحاسب. ومحدش يقول لي جمعه رباك، لا من البلد ولا من بره البلد. الراجل ده انا متربي في الشارع، انا تربيه شوارع. وانا بقى فيها صحه؟ ليه ما بتردش؟ بقول لك انت اللي خدتك من الحضانه المستشفى. ايوه ايوه، ما تحرقش دمك من التعليقات، صحتك اهم. يا اخوانا والله الناس اللي انا كنت شغال عندها من عمر 15 سنه لحد فتره جيشي موجودين، وعارف محلاتهم لحد النهارده، ومحلاتهم موجوده لحد النهارده. ولما بنزل مصر بحب ان انا اعدي من الاماكن دي. ايه رايكم بقى؟ مع الرغم ان انا كنت بنام فيها في الشارع وكنت بتعب فيها وبتمرمط فيها، بس سبحان الله بيهفني الشوق كده لما ابقى في مشوار جنب المكان اعدي على المكان. وبعدين انا هفتري عليك ليه؟ هو انت هتعاملني كويس وانا هفتري عليك ليه؟ ما كنت افتريت على عزيزه، انا ما كنت افتريت على عزيزه. متشكرين يا عم ذكري.
انا هفتري عليك ليه؟ هتبلى عليك ليه؟ هدي اعصابي ايه؟ ما انت ما بتسمعيش يا اسراء؟ كل شويه رساله جايه لي، الحق جمعه بيقول ايه؟ الحق جمعه بيقول ايه؟ الحق جمعه بيقول ايه؟ قول يا باشا. كذاب ومنافق. يلا. عشان انا بقالي 6 سنين عمال اقول لك يا عم نتواجه، يا عم نتواجه، يا عم اقعد معايا، وانت رافض. هتطلع بقى تتكلم كتير، هطلع اقول لك كلمه واحده بس: كذاب. كذاب لحد ما تقعد قدامي. يلا. انا ما كنتش عايز انطقها، وعيب ان انا انطقها، بس انت خليتني اضطر ان انا انطقها. دخلت الجيش عشان ليا اخ منه. شكرا ورده. يعني انا دخلت الجيش عشان ليا اخ منه. انا بدات احس انك حابب تعيش دور الضحيه، احب اعيش دور الضحيه ده، على اساس ان انت يا نجله يا فارس لو مكاني مش هتبقى ضحيه. صح؟ وعلى كل حال اعيش دور الضحيه ما اعيشوش، انا مش جاي اعيش في حياتك. فمع نفسك بقى عشان انا مش فايق لك دلوقتي. فنانه مصريه ما تبطل كلام كتير. افضل ان شاء الله يا ابونا واقف على رجلي لحد ما اموت. ربنا يفضل ناصرني كده. شكرا يا راني. يفضل ناصرني كده ومثبتني. لله الحمد. جمعه ده حاول يهديني مره واتنين. فتحت ورشه في التجمع، فضلوا ورايا لحد ما قفلوها لي، وعندي الشهود على كده. يعني انا فتحت ورشه في التجمع، فتحتها سنه واحده، عملت من وراها 120,000 جنيه. الكلام ده كان سنه، اللهم ذكرني ما نسيت، هنقول في 2008 في 2009 في التقريب ده، في 2009 في 2008 في التقريب ده. فتحت ورشه في التجمع سنه واحده، كان ربنا مرزقني من وراها بالشهد كله. والصنايعيه اللي موجودين في التجمع من البلد من عنده عرفوه ان اسلام فتح ورشه. وكنت مشارك واحد بتاجر في الحديد، يعني بصنع وبتاجر، ابيع حديد للورش واصنع برضه. وكان ربنا فتحها عليا وكرمني. ببص لقيته جاي له زياره، راكب العربيه بتاعته وجاي لي من المنوفيه لحد التجمع مدينه نصر. تمام. قلت ماشي، يجي وينور. وجبته وقعدت في الورشه. زبون دخل علينا عايز اعمل باب، قلت له 1500 جنيه. بعد ما الزبون مشي: يا نهار ازرق، انت بتعمل الباب ب 1500 جنيه؟ ده انا بعمله في البلد ب 300 جنيه. قلت له يا عم انت بتدفع في البلد ايجار 50 جنيه، انا هنا بدفع ايجار 500. ما تحسبهاش كده، ما تحسبهاش كده. انت بتدفع في البلد ايجار 50 جنيه ولا 30 جنيه، انا بدفع هنا 500 جنيه ايجار. قال لي انا هبعت لك اخوك. قلت له اخويا انت بتصحيه الصبح يروح ورشتكم بيقوم يسب لك، ما بتقدرش عليه، فهيجي هنا هنتخانق والناس هتتفرج علينا، فبلاش. يا اما عشان ما تقولش ده انا مش عايزه، عايز تبعته بعته وقرط عليه. محمد ده جالي المغرب وانا رايح اركب الباب اللي اتفقت عليه، وابوه عندي في الورشه، كنت محمله في العربيه كده ورايح اركبه. فاخدته معايا في العربيه، قلت له اركب يا معلم. رحنا ركبنا الباب، رجعنا. قال لي ده انا ليا اصحابي في المقطم، هروح ابص عليهم وهيزعلوا لو انا ما قعدتش معاهم. قلت له طب روح، ويا ابني ايه ما تتاخرش علشان نشوف شغلنا الصبح. طبعا انا كنت واخد شقه جنب الورشه في التجمع الاول، وكان معايا مراتي، وكنا لسه ما خلفناش، كنت لسه في اول سنه جوازي. تمام. المعلم راح رجع لي الساعه 6 الصبح، عينيه دي كاسات دم. انا اول ما شفته: طب انت هتيجي معايا الورشه ازاي وانت اصلا جاي من بره كده شكلك عايز تنام؟ طب وهنيمك ازاي برضه وانا مراتي في البيت؟ سبت له الشقه وخدت مراتي معايا من ايديها ونزلتها قعدتها معايا في الورشه. حلو. ورجعنا بالليل، رحنا جيت العصر كده قلت لها يلا يا بنتي اروح اصحى اخويا واجيبه وانزل
واعمل لنا لقمه نتغدى، هنتغدى وننزل انا وهو، وافضل انت في الشقه. رحت لقيت جماعه اصحابه جايين يسهروا معايا او يقعدوا معايا. بصراحه وممكن يكونوا هم شايفيني دلوقتي انا اديتهم الوش الخشب، لان انا كنت في مكان وفي وضع انا هنا جاي اكل عيش، مش جاي اسهر والم اصحاب. اديتهم الوش الخشب. تاني يوم الصبح بصحيه، قوم يا محمد عشان نروح نفتح الورشه. لقيت الواد بيقول لي هو انت ليك ورشه يا ابن عزيزه؟ ابن عزيزه انت يا ابني جبت الكلمه دي منين يا ابني؟ انت جبت الكلمه دي منين يا حبيبي؟ ها؟ مين اللي زرعها جواك الكلمه دي؟ ده انا داخل البيت كان عمرك 4 سنين، يعني ما انتش فاهم حاجه في دنيتك لسه. جبت انت كلمه منين بقى انت ليك ورشه يا ابن عزيزه؟ الا ان كان ابوك وامك زارعين جواك ان ده مش اخوك. ها؟ واول ما سمعت منه الكلمه ما اكدبش عليكم كرشت بره الشقه، لان كلمه دبحتني. الكلمه بصراحه والله ضايقتني. رحت جاي كرشه. محمد النجار من شم اشمون كان طالع لي على السلم عشان نجيب مقاسات شغل انا وهو. سمعني بزعق انا ومحمد اخويا. تمام؟ بتزعقوا ليه وبتعملوا ايه؟ قلت له يا عم بصحيه عشان يروح يجي معايا الورشه. بيقول لي ورشه يا ابن عزيزه ومش يا ابن عزيزه ينفع. والتاني يقول لي انا مش ماشي الا لما اخد فلوسي. عايز ياخد اجره اليومين اللي قضاهم سهر مع اصحابه. عايزني اديله اجره اليومين اللي جه قعدهم عندي. تمام؟ نامهم وصحى من النوم يقول لي يا ابن عزيزه. ومحمد النجار طلع فلوس من جيبه واداها له يوميها. قال له الفلوس اللي انت عايزها هاخدها. لان انا كنت حلفت ان انا مش هديله جنيه. بعدها باسبوع والله اللي يعز ويذل ان رايح احاسب شريكي ونشوف نصفي شويه فواتير انا وهو بالليل. والعماير العماره اللي هو قاعد فيها باركنج كده بخضره من بره. فانا واقف قدام البوابه لقيت لك الحكومه دي طالعه لي من قلب الشجر. اقف تعالى معانا على الاسم. في ايه يا جدعان؟ قال لك عليك سنه سجن بقايمه منقولات. عليك سنه سجن بقايمه منقولات. طب اشمعنى بقى ما انا فاتح في التجمع بقالي 6 سنين؟ اشمعنى لما ابنك جه تمام وانا خرجته عشان قال لي يا ابن عزيزه الحكومه جت خدتني. وراح لشريكي ده اسمه محمد فيليكس من اسيوط، وكان شغال مدير علاقات عامه في مطار القاهره وكان مشاركني. تمام؟ راح له وقال له سيبك من اسلام وفضي الشركه دي مع اسلام وهينصب عليك. لقيت الراجل بيتصل بيا بيقول لي يا اسلام عايز اقول لك على حاجه وما تزعلش. قلت له خير يا استاذ محمد. قال لي انا عايز اصفي. قلت له اصفي ليه؟ انت هترجع الصعيد؟ قال لي لا اصل الحاج جمعه اتصل بيا بصراحه وخوفني، وانت عليك قواضي وما عليكش قواضي، وخلص يا عم القواضي واصطلح مع اهلك وانا شاركك على 1,000,000 جنيه. تمام؟ وفضيتها الورشه وبعنا العده وكل حاجه خلصت. تمام؟ وفي الاخر خالص جيت قعدت هنا في القليوبيه. طب ليه هو بيعمل كده؟ اساله هو. ده انا اللي شفته منه مش شويه. الكلام ده يشهد عليه مراتي، يشهد عليه نسايبي، يشهد عليه زمايلي، يشهد عليه جيراني هناك في التجمع. لسه نتيجة التحليل ما طلعتش. انا نسيت اسم اللي سألني السؤال، بس هي دي اجابتي على السؤال. انا حاليا في طوخ القليوبية. فانا ليا حق عند الراجل ده. انا يا جدعان ليا حق عند الراجل ده. ماشي؟ انا ليا حق عند الراجل ده. حق عند الراجل ده مش هيجي الا في حالتين 2. يا اما نقعده في قعده مع نجاره محترمه والناس كده تشوف اللي بينه وبينه وتحكم، وهو لو ليه حق عندي انا والله مستعد. انا مستعد.
انما انا حقي برضو مش هسيبه. لا سعيد مات. والله يا رنا مش عارف يا رنا يا اسامه، هو فعلا عنده ابن مخطوف ولا ما عندهوش؟ اقسم بالله ما اعرف. هو استلمنا عندي 11 سنه، والمشكله ان انا كنت برضو يعني صدمتي في عزيزه مخليني عمال بفكر اهلي دول هيبقوا شكلهم ايه فكنت في دوامه تانية انا خالص، فما قدرتش اركز في حاجه. ما قدرتش اركز في حاجه. ما هو ان شاء الله هاخد حقي منه، ان شاء الله هاخد حقي منه. ما هم ثلاث طرق هاخد حقي منك بيهم يا جمعه. يا نقعد انا وانت والناس تحكم بينا، تمام، يا اخلي الحكومه هي اللي تجيب حقي منك، يا اما اخلي اهلي هم اللي يجيبوا لي حقي منك. ففي تلك الاحوال انا مش هحلك، والله ما هحلك، عشان كون ان انت تطلع تكذب عليا وتفتري عليا وتقول لي ده انا ربيته وعملت له وسويته، فانت كده بجد انا مش عارف انت جايب منين التوب اللي انت لابسه ده. شكرين يا منى. ايوه هو زي المسلسل، رحت عندهم وطلعوا مش اهل. لا هو مش متمسك ان انا ابنه، هو ما تمسكش عمره في حياته، عمره في حياته من يوم ما خدني من عزيزه ما تمسك في لحظه ان انا ابنه. بقول لك كنت ببقى طفشان بقالي سنه في الشارع وقلبي يحن واقول يدي عشان لو مت ما يبقاش ربنا يحاسبك ويقول لك انت ما سالتش على امك وما سالتش على ابوك، روح بص عليه. اقسم بالله حصل. كان يقابلني على باب البرندة يقول لي انت ايه اللي جابك؟ وانا من عزة نفسي كنت الف وارجع وامشي تاني. انا عايز اسال سؤال، مين فيكم كلكم كده؟ كلكم اكيد شفتوا الشقه بتاعت جمعه وشفتوا بيت جمعه وشفتوا حياه جمعه. مين فيكم جمعه عامله كويس وهيعيشه في بيت زي ده وهيرفض؟ بس انا محتاج اجابه على السؤال ده. اللي هيرفض ان هو يعيش في خير جمعه وجمعه بيعامله كويس يقول انا هرفض. اسلام جمعه قال ان نظراتك مش طبيعيه لامك. انا اصلا كل اللي قعدتهم في البيت 4 سنين، من عمري 11 سنه لعمري قولي 16 سنه بلاش 15، يعني في فتره اصلا انا فيها طفل برضه قد عبد الرحمن ابني او اصغر من يوسف. والاسبوعين والشهرين 3 اللي اتجوزتهم وانا عندي 20 سنه كنت في الجيش. بس هو كمان بيتبلى ان انا بصيت لمراته. خش هتجيبك يا عم، خش هتجيبك وانا معاك للاخر. هو استفاد ايه من انه استلمك؟ مستلم 85,000، مستلم 80,000 جنيه. جمعة ده يوم ما استلمني استلم 80,000 جنيه قدام عيني كده، قدام عيني انا. خد الخصم شكرا. مستلمهم قدام عيني والظابط سائلني فيهم، قال لي يا اسلام مبروك احنا جبنا لك اهلك وهتمشي وهتسيبنا وهتوحشنا، لان كان بقالي سنه ونص في مديريه الامن، يعني كنت اعتبر عشره. تمام، قلت له ماشي يا باشا وشكرا وفرحان. قلت له فرحان. قال لي الوليه بشكل وحش دي كاتبه لك فلوس 80,000 جنيه مبلغ يا عم وقدره وابسط، بس ابوك هياخدهم وصى عليك فيه، انت لسه صغير، ولما تتم ال 21 سنه يبقى ليك حق ان انت تتصرف فيهم.
انا رديت عليه قلت له هو هياخدني انا شخصيا، اقول لك ما تدوش الفلوس اديها له. فضحكوا وباركولي. هو بيقول لك شقه 200 متر وشقه 300 متر وعرضت عليه ايراد ارض. انت يا جمعه انا لما دخلت حياتك كان كل حيلتك حته البيت اللي انت فيه ده كان مبني بالطوب البلوك، بالطوب الابيض. بعد ما سلمتني في سنه او بتاني سنه كنت انت هده وبنيه بالمسلح. حصل ولا ما حصلش دي كمان؟ تحب اجيب لك تاريخ استلامي وتاريخ بنيانك البيت ده؟ تحب اعرفك انت البيت ده انت بنيته سنه كام واستلمتني سنه كام؟ خدني بدون فحوصات علشان عزيزه اول ما شافته قالت هو ده ابوه. تخيلوا انتوا واحده بقى لها سنه ونص الحكومه بتحقق معاها، تمام، علشان تقول اهل مين، مش راضيه تنطق، واول ما تشوف جمعه تقول هو ده ابوه. دخلت الجيش عشان ليا اخ منه. اضحكي يا منى ربنا يسعدك. جمعة وقال علمك للثانوية. أنا واخد دبلوم صناعة قسم كهرباء من مدرسة سمدون الابتدائية، مدرسة سمدون الثانوية الصناعية. تمام؟ الحال كان آتي. بتقضي يومك الدراسي، بتطلع من يومك الدراسي بتشتغل تباع على عربية تلم أجرة من أشمول لشمة، وآخر النهار بتاخد 7 جنيه، بتجيب عشاك وتطلع تنام في الفصل لحد ما زمايلك يصحوك الصبح. ولو كنت في فترة الثانوية أسبوع، شهر، شهرين بكتير، فده كنت أنا ببقى حنيت وعايز أروح البيت بس. إنما فترة الإعدادية وسنة 5 ابتدائي دول أنا قضيتهم في بيت جمعة، اللي هم أول 4 سنين لما استلمني. أنا مش ناسي حاجة، أنا مش ناسي حاجة، أنا مش ناسي حاجة، أنا مش ناسي أي حاجة. أنا مفيش موقف ومفيش لحظة مرت عليا نسيها، لأن كل لحظة عشتها في حياتي معلمة فيا. كل لحظة مرت في حياتي معلمة فيا. اسلام الحصاوي شكرا. ألف شكر يا سولو. لا والله لسه ما لقيتهمش. يا رب يا يوزر 670. يا اسلام جمعة بيحبك وساعات الاهل بيقسى على اولادهم. ايه الدليل على ان واحد يرميني في الشارع من عمر 15 سنة، يطلق لي مراتي الاولانية ويحرمني من بنتي عشان حتة بوتاجاز وانبوبة؟ تمام؟ فين الحب ده؟ امال انت لو مش بتحبني كنت عملت فيا ايه؟ انت لو مش بتحبني كنت عملت فيا ايه؟ هو انت عاجبك كده ان انا فتحت لايف وعمال اتكلم في سيرتك كده واطلع في الحاجات اللي كنت بتعملها فيا كده؟ انت عاجبك؟ انا معاك للاخر، انا معاك للاخر، معاك لحد ما تقعد قدامي. انا معاك لحد ما تقعد قدام مني وتواجهني. ازاي ابنه يرميه بعد ما لقاه وكان تايه عنه من طفولته 11 سنة؟ قولي بقى انت يا عملة نادرة. الليلة اللي كنت ببات فيها في بيتك يا جمعة وكان محمد اخويا ده يسهر بس شوية زيادة عن اللزوم كده بعد العشاء، كانت مراتك بتقعد ورا الباب
كانت مراتك بتقعد ورا الباب تستنى محمد، قلقان عليه، وكنت اقول لها قومي ياما خش نامي، تقول لاخوك بره مش هنام الا لما يجي. انا كنت انام بالشهر بره وبالسنه، ها، وكنت بتناموا وبتملوا بطنكم نوم، وكنت لما ارجع وتقابلني تقول لي انت ايه اللي جابك. رحمة اسلام، حقك عليا هرد عليكي بس شفت عليك تاني معلش. ما عنديش بطاقة شخصية والله، ماليش أي حاجة في الدولة ولا متسجل في الدولة أصلا. أنا مش متسجل في الدولة نهائي، لسه ما ظهرتش. أنا عندي ملك ويوسف وعبد الرحمن. لا بالنسبة للفيديو منى عراقي ما تصدقوش حاجة، ما تصدقوش حاجة. شكرا يا نسيمات عطرة. هو مش ترند ولا حاجة، هي منى عراقي لقت الرأي العام اتشعلل وكله بقى يدور على إسلام وحق إسلام، فهي عايزة تهدي الناس علشان إيه؟ ما نوصلش لحاجة في الآخر، عشان الدولة ولا عارفة تطلع ورق ولا عارفة تجيب لأهلي، فتحس كده إن هم غرقانين في شبر مية. فالرأي العام طالما بيطالب بيبقى عايز رد وهم مش عارفين يردوا، فنعمل إيه بقى؟ ننيم الرأي العام ننا. يا اسطى الكلام ده بتاع عيال صغيره يا اسطى، ما انا عيل صغير، ما احنا بنتكلم كلام الرجاله وبنقول نواجه بعض ونقعد مع بعض ونحل، واللي ليه حق ياخده، مش جايين سكه وعمال يطلع لي هنا ويطلع لي هنا ويطلع لي هنا يقول ده انا ربيته وصرفت عليه، انا ربيته وصرفت عليه، خلى الناس كلها تقول ده اسلام ده عيل ابن جزمه، ده عيل نكر الجميل. لا يا حبيبي تعالى واجهني. ولازم تعمل محضر في جمعة وتشكك فيه ازاي ما عملتش كده. جاسمين، ما علشان انا ماليش بطاقة يا جاسمين، انا ماليش بطاقة. خلي بالك عشان اللايف بيتسجل، يتسجل يا باشا، انا لا بقول حاجة حرام ولا بقول حاجة عيب وبطالب بحقي، واللي عايز يسجل يسجل. لا ما خدتش حاجة من 80,000 يا فاطمة. رحت للراجل اللي ذكرته منى عراقي. فيديوهات منى عراقي عامة كلها قديمة واعتبروا نفسكم اللي انتوا ما سمعتوهاش. نهائي كده. منى عراقي اللي نزلت دي كلها، الفيديوهات دي كلها من 2019 فيديوهات، فما حدش يشغل دماغه بيها، لان كل اللي انا سمعته قبل كده 1000 مرة ما فيهاش حاجة مفيدة. هو التحليل هنسدد فلوس النهارده ان شاء الله، بس انا ممكن الدكتور يرن عليا وانا بكلمكم دلوقتي، هو قايل انا هكلمك بكره اخر النهار ونستلمه، وبعد كده بقى هنفهم الدنيا ماشيه ازاي. ما هو البطاقه بتاعتي اتلغت بعد ما انا اتجوزت وخلفت وبقى عندي اولاد، والاولاد دخلت المدارس. تمام. مفيش مخرج قانوني والله. انت بتقول بتنتقم منهم، هي اصلا كانت تعرفهم؟ انا مش فاهم. صح.
كلام صف. معلش حقك عليا، انا مش فاهم معنى التعليق ده. انت بتقول بتنتقم منهم، هي اصلا كانت تعرفهم، هي مين اللي عماد العمده تعرفهم، هي مين اللي عماد العمده. شكرا. بلا والله يعني مفيش اي حاجه، مفيش اي. انت مش معاك حاجه جمعه اسمها ولا غايه في 2017. وانا لما انت ليله الدي ان ايه واكتشفت ان هو مش ابويا، تمام، خلاني تايه في التوهه بتاعت اهلي وعمال ادور على اهلي، وراح خد المحامي اللي كنت عامل له توكيل علشان القواضي بتاعت مراتي الاولانيه، خده من ورايا وخلاه يحضر مكاني ولغوا البطاقه الاثنين سوا. رحت اشوف بنتي، لقيت نفسي بتفاجئ ان البطاقه اتلغت. تحياتي لاهل العراق. أميرة الورد تستاهل، ماشي يا أمير، ماشي يا أمير، أستاهل عادي، اللي ربنا كاتبه هيكون. ليه جمعة أخدك ما عملتوش تحليل؟ أنا كنت 11 سنة أنا كنت أعرف حاجة؟ أيوة، ملك من مراتي الأولى. عندي ملك 19 ويوسف 17 وعبد الرحمن 13. أيوة يا ليلو، أنا طول عمري أسأل أقول هو ليه يعني الكل اعتمد إن أنا ما أوصلش لأهلي، والكل اعتمد إن أنا ما يطلعليش ورق. إيه السر في كده؟ ايه السر في كده؟ بنتي كانت لسه عندي هنا، ما تقلقوش على البت الحمد لله كله تمام. لا استلمني، هو عارف ان انا مش ابني. يا ايمان اللي كاتبه التعليق، هو استلمك يعني، هو عارف انك مش ابنه ولا هو كمان ضحيه؟ بص يا حبيبتي، ولا هو كمان ضحيه؟ بص يا حبيبتي انا النهارده يعني سلمت عنده 10 سنه ومحروم من ابني في نفس عمره كده، تمام؟ حريه، انا هكحي. استغفر الله العظيم يا رب، مش عارف دي اعمل ايه. يا رب ينصرنا وينصركم يا رب. اللي انا عامل معاهم تحليل دلوقتي هم اللي اتصلوا بيا. تعودنا عليك كل يوم تفتح لايف، افتح لايف كل يوم، انت اخونا. حاضر يا ملك، كل سنه وانت طيبه. والله هو النت مش ضعيف، ده هو ناس بترن عليا فبياخدوا الشبكه، فانا اسف، حقكم عليا، انا اسف. يا رب. انا سؤالي ليك، عملت تحليل اثبات نسب، ما هي نتيجه التحليل؟ ايوه انا عملت تحليل معاه اثبات نسب وطلع مش ابويا. في عيله بقى احنا عاملين معاه تحليل هيظهر الاسبوع الجاي ان شاء الله، عشان بس الناس ما تتلخبطش. شكرا يا مجهول، شكرا يا فاتن 68.
وشكرا على اللقطة اللي اتاخدت دي. خد لقطة وقول لهم اسلام بيطالب ان يواجه الحاج جمعة ابو خضر عشان مش هيسيب حقه ومش هيسكت. اللي خد اللقطة بقى يظبطها. تحياتي لكم السعودية. الله يعزك يا ام حمزة يا رب. متشكرين يا حرف القاف. ان شاء الله ان شاء الله في خلال الايام القليلة اللي جاية ديت هنلاقي اللايف اللي فيه الفرحة ان شاء الله، اللي الناس تحكم فيه بقى. يوزر 267 ده يبقى بتطالب الراجل بايه؟ انا ما ينفعش اطالب الراجل بحاجة. انا اللي انا عايزه ان احنا نقعد مع بعض والوضع يتحكي للناس ويكون في حكم عدل يخاف ربنا، واللي هيحكم بيه انا راضي بيه. تحياتي لاهل الجزائر. ايه الدافع اللي يستلمك وهو عارف انك مش ابنه؟ الدافع كان عزيزة بنت ابليس لما لقت الحكومة مصممة تعرف مين اهل اسلام، تمام، وقعدت سنة ونص في التحيات مش راضية تقول انا ابن مين. شغلت دماغها وجابت الراجل ده من بره، خلت اختها جابته لها ولا دورت لها عليه. اول ما شافت الراجل ده داخل قالت هو ده ابو اسلام، استلم يا معلم. البضاعة وصلت، والمعلم طبعا ان استلم بضاعة مش بضاعته، تمام، فمش حاببها في البيت. قعدني كده اول 3-4 سنين في البيت معاه علشان اهالي البلد طبعا كانوا لسه بيباركوا بقى، وكل اللي يشوفه بيبارك له مبروك ابنك رجع لك، مبروك ابنك رجع لك. فقعدني اول 3-4 سنين كده، وبعد كده ببص لقيت المعاملة ما تقعدش في البيت يا باشا، انت تطلع بره تنام في الشارع احسن لك، اهون لك، تمام. بس لما لقاني بطفش وبسيب البيت وبمشي وصل لغرض. اخوك طلع بيقول عليك كلام مش تمام يا باشا، يطلع ويقول، ولو راجل يجي يواجهني، لو هو راجل ومن ظهر راجل يقعدوا قدامي ويواجهوني. نهاية الكلام عندي بقى، لو هو راجل ومن ظهر راجل يواجهني، انا بطلب ان انا اواجههم. ازاي وهو اللي اتحمل مسؤوليتك وجوزك؟ اتحمل مسؤوليتي في ايه؟ افهم بقى. هو كان مجوزنا عشان مراته تعبانه وبتموت وعايز واحده تخدم في البيت، والفكره كانت بتاعت واحد صاحبي. لما مراته صحيت عمل ايه؟ طردنا انا ومراتي، تمام، والشقه اللي وضبها كانت في البيت عنده، ما خدناش واحنا ماشيين. العفش والعزال بتاعي وبتاعها قفل عليه، ما خدناش منه حاجه. لما هي جت تشتكي ما اشتكتش جمعه، اشتكيتني انا وجابت لي انا سنه سجن. يبقى اتحمل مسؤوليتي في ايه بقى؟ لو اتحمل مسؤوليتي كان طلع على الاقل خالص اداني عزاله وحاجتي وقال لي روح يا ابني اتكل على الله، تطلق مراتك بقى تجوزها تولع فيها، انت حر. انا ايه اصلا اللي خلاني اطلع من البيت؟ هو انت بتسأل سؤال ملوش مكان اصلا. هو دلوقتي جوزني، ما سألتش نفسك انت ايه السبب اللي خلاه يخرجني من البيت انا ومراتي ويطردنا ويقفل على العزل؟ ايه بقى السبب؟ شفتوا الشقة يا جنى؟ حلو الكلام. ايه اللي يخلينا انا ومراتي بقى؟ خليك يا جنى انا وانت متجوزين، هتسيب الشقة دي وتطلعي بره؟ انا مفتوح على اليوبية.
ايوه يا جيتا، خليك اللي انت متجوزه في الشقه دي، ايه اللي يطلعك منها؟ ايه اللي يطلعك منها؟ ما هو اصل يخلي اللي بيستمع مش عارف بيقولها ازاي، اللي بيستمع اهبل ولا بيتكلم مجنون ولا بيقولها ازاي. كنت بتقول انها خطفتك انتقاما من امك وابوك، هي كانت تعرفهم اصلا؟ بعد ما نمسك نتيجة التحليل هعرفكم اللغز ده رايح فين وجاي منين، وهعرفكم ايه اللي حصل. تبتغي تشتغل في السعودية؟ والله يا ذا كينج يعني انا ماليش اوراق قانونية. ما هو بيعيط عليك ليه؟ هو مش بيعيط عليا، هو بيعيط على ان هو بقاله سنين كتير ظلمني وشافني ضعيف، لا ليا بتاع اروح اشتكيه ولا ليا اهلي يجيبوا لي حقي منه، والدنيا خربت عليا وانا سكت واستسلمت لان لا حول ليا ولا قوه. فهو بيعيط دلوقتي علشان انا ظهرت فجاه كل قوه بوجودكم معايا، تمام، وبطالب بحقي، فشكله هيبقى وحش في البلد. بس وهو لو ذكي والله العظيم يكلمني ويحدد معايا ميعاد ونقعد مع بعض ونخلصها. اي حق طلعت مش ابنه يا عم. انا حاسس ان انت من البلد من عنده او بتدافع عنه. انا هثبت عليها قول الناس، اي حق طلعت مش ابنه يا عم، تمام؟ يا قعدني معاه على الحق، تمام؟ ده انا مراتي لحد النهارده موجوده وابوها موجود واهلها موجودين ما خدوش معلقه، معلقه من القايمه بتاعتهم، تمام؟ عايزين حاجه ولاد الناس. دي اول حاجه كده، دي اول حاجه. هطلعك ازاي يا ام اميره؟ ما انا لو اعرف والله ما اعرف. طيب يا اسلام لا تتكلم عن رجال كبير كده. ما انا يا داليا والله العظيم ما انا فاض بيا، والله فاض بيا. بقالي 3 ايام ما بكتبش غير كلمه انا عايز اواجهك. شوفوا صفحاتي وشوفوا تعليقاتي، مش هتلاقيني بنطق اي حاجه غير ان انا بقول واجهني واجهني واجهني، تمام؟ وهم نازلين سلخ في اسلام، ده احنا ربيناه، ده احنا ادينا له قرات ارض، والمشكله ان هو كل ما بيصور بتوسع منه، يعني كل شويه بتوسع منه اكتر. الجمعه عرض عليا قرات ارض، ده انت معروف في نص البلد ان انت بخيل جلده، انت هتمثل؟ الجواز والخلفة الأوراق الرسمية اتلغت بعد منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين قسط اقبل بعت لك ديت؟ بعتلي فين طيب؟ أنا مش فاهم. أنا فتحت صفحتك يا أم أميرة، ما فيش غير هي أم أميرة ومش عارف كام متابع، فمش عارف أنا فين الكست بتاعك ده. ده التعليق المثبت بقى اللي فوق ده اللي أنا بحرق قلبي فيه من امبارح ولا من أول امبارح. يواجهني. المواجهة بينه وبين الراجل ده هي اللي هتخليكم تفهموا مين الصح فينا ومين الغلط. طول ما انا بتكلم لوحدي كده
انت هتحس ان انا بص بطالب بحقوقي وراجل انظلمت وراجل مش عارف ايه. هتروح هناك هتحس ان هو راجل مظلوم، فهتبقى تايه بينه وبينه. انما لما نقعد في وش بعض صدقني كل حاجة هتبان، كل حاجة هتبان. يا عم اعمل حساب انه رباه، ما هو يا ريته رباني. انا بقول لك قعدت معاه ال3 سنين بتوع الابتدائي ولا الاعدادي، تمام، وظلمني بقيه السنين. يعني 3 سنين خليهم 5 سنين من 22 سنه، 17 سنه سففتني التراب، وضيعت عليا فرصه 22 سنه ادور فيهم على اهلي. ضيعت من عمري 22 سنه، تمام، وعايزني اعمل له حساب؟ طب ما تعمل